سلام، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. آم، بالنسبه للبنات اللي كيسولوا فيا غابره غابره غابره، انتم عارفين انا حاطه واحد الهدف ومركزه عليه. الحمد لله النتائج مزيانه بزاف. بالنسبه للبنات، غنقلب الكاميرا باش نكمل الهضره ديالي، ما كنت كونسونطراش مزيان الا بقيت بحال هكايا. واحد الحاجه نقولها قبل البنات اللي خايفين عليا، كيقول لي كتخرجي في الليل كتمشي بلايص خاويين ما تخافيش من الشفاره. كصحابنا ساكنه في المغرب، انا تنسكنش في المغرب الحمد لله. هولندا بلاد الامن والامان، تخاف من حتى واحد، وانت تبغيهم يتبعوك وما يتبعك حتى واحد يهضرك. المهم غزالات، انا غادي نكمل معكم. كما الغزالات، واحد معدم انا ماشا قلت واحد النصيحه بغيت ننصحها للبنات. انا قلتها شحال من مره، ولكن بنادم ما كيتصنتش بزاف. حاولوا تنقصوا الماكله كما قلت لكم الشتوى هذه، غتاكلوا بزاف وغتزيدوا وزن بزاف. كما كنقول لكم دائما، كيلو راه سهل باش تزيديه، ورابعه البنات راه تموتي وتنوضي وتطيحي وما تنقصيهاش. انا الحمد لله شفتوا كلشي كيجري، كي الكبير كي الصغير. ودي تبارك الله شحال في عمرها، في 60 ولا اكثر، تجري مع راساتها، كلشي كيجري. المهم البنات اللي قلت لكم، حاولوا تنقصوا الماكله هاد الشتوى. وقلتها شحال من مره، خصكم ديروا بالكم المعده اعطيها 21 يوم كتكمش. 21 يوم البنات انتي غتولي تبغي تاكلي وغتحسي بمعدتك ما عرفتي التوصيل، ما تقدريش تكمليه وتنوضي. 21 يوم ديال الصبر، ماشي بزاف البنات، راكم كتصوموا رمضان كامل. 21 يوم غادي تحاولي تنقصي الماكله، من بعد الجسم ديالك غادي يتعود تاكلي قل. هذه واحد نصيحه اخرى، هادو في اطار جوج نصائح قلت غادي نقولهم بالزربه. كنصحكم البنات تلبسوا حوايج مزيرين، ما تعطوش فرصه للجلد فين يتمدد. الحركه ضروريه، هذيك راه ما نبقاش نقولها، راه بحال شرب الماء وبحال الهواء اللي كتنفسوا. لابد واخا غتشطحي غير ساعه ديال الكارديو، ديري شي خط وشطحي. قادره تمشي، قادره تلعبي الرياضه. دابا الا بغيتي تمشي لاصال، خاصك تشدي الرونديفو، والبشر كثير وقليل فين تلقى شي ساعه، ومسموح 30 اللي تدخل. حنا كنخلصوه، ما كنمشيش ليه بزاف، ولكن كنحاول نتحرك برا الزنقه، نلعب حبل في الشارع، نجري، نتمشى. المهم دابا انايا جريت شويه، ودابا وقفت. المهم كنتمشى دابا اللي باقي ليا للدار، قلت علاش ما نستغلش الفرصه نهضر مع البنات شويه. كما قلت لكم حوايج مزيرين. شي وحده تقول لك كاينه داير الحجاب، ولا خصني نلبس حوايج عراضين، ماشي مشكله. عبايتك من الفوق، حوايجك مزيرين من تحت النهار كله، حتى تبغي تنعسي عاد حيديهم. ولا الجلابيه والحوايج تمنا مزيرين. كل ما جمعتوا لحمكم غادي يتجمع، وكل ما طلقتوه يزيد الطرخه. ما تعطيش فرصه فين تزيدي فين تزيد الشحوم توسع وتزيدي تعراضي. حاولوا هذه القضيه، النصيحه ديال الحوايج مزيرين راها مخيره البنات. دائما كولونات مزيرين. البنات اللي في هولندا وداك الشيء، كاع البنات اللي عندهم اكشن داك الشيء، كاينين كولونات 3 اورو شي حاجه، غزالين بالباندا طالعه حتى للصدر، غزالين كواليتي زوينه ورخاصين. ودائما شري صغر منك بنمره، الا كتلبسي ال شري ام، كتلبسي ام شري اس، وراكم عارفين والبقيه عارفين. حاولوا تاخذوهم، غادي ينفعوا فيكم بزاف. وحاولوا تشربوا الماء بزاف البنات، حاولوا. وما نبقاش نبغي كل مره نسمع شي وحده انا بغيت نضعف وكي غندير فيا 120 وما عنديش الاراده. غير جربوا تنقصوا الماكله، غادي ترتاحوا بزاف. المهم الغزالات، هذه مقطع صغير قلت غنشاركه معكم هذه العشيه، ونتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو اخر. غادي ندير لكم ان شاء الله، غدا نهضر لكم كيفاش عالجت فيتامين دي اللي كان موقف ليا الحرق، والحمد لله دابا محرك مزيان من اللي عالجته. غنشارك معكم ان شاء الله غدا، ندير لكم الفيديو. يلا الغزالات، تصبحوا على خير. تحدث عن الخبز الكامل. الخبز الكامل هو لا يؤدي الى زياده في الوزن، حيت المشكل ديال البطاطس المقليه في الزيت او المقليات بشكل عام. دابا هنا في هذه المساله اللي بغيت الناس يفهموها، هذه المساله اللي بغيت الناس اللي تعاني مشكل السمنه يفهموها ويدخلوا بالهم. عندما اتناول مقليات في الزيت، احنا غنبقاو في المقليات في الزيت باش الناس يفهموها، هي تؤدي الى السمنه لانها غنيه بالسعرات الحراريه. انا قلت لك راه 500 غرام الفريت راه والو، يعبروا الناس راه والو، راه تنقدروا ناخذ 200 غرام في الزربه، ونقدر ناخذ 200 غرام الفريت وغناخذ معها حاجه اخرى. هذيك ال 500 هذيك 100 غرام ديال الفريت اللي غناخذوا مثلا انا 2 3 4 مرات في الاسبوع، يؤدي الى السمنه اولا، ويؤدي الى مشاكل صحيه اخرى، يؤدي الى السرطان، يؤدي الى ارتفاع الكوليسترول، يؤدي الى ارتفاع التريغليسيريد. عندما اتناول 100 غرام من الخبز، اولا تيشبعني، ثانيا ما نقدر نزيد معها حتى حاجه. والخبز والطاجين 100 غرام نص خبزه راه كافياني، تنهضر على الخبزه ديال 24 ريال.
ثالثا الخبز لا يسبب سرطان، ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول، ولا يسبب ارتفاع ثلاثي الجليسيريد. نفس الشيء مشروبات غازية. الأبعد من هذا، عندما أتناول مقليات في زيت أو عندما أتناول مثلا المشروبات الغازية، ماذا يحدث؟ يكون هناك إفقاد للجسم من مخزون من الفيتامينات. الخبز الكامل بالعكس تيجيب لي الفيتامينات. الناس يقول لك التمر تيغلط، ما تيغلطش، حيت مسألة عدد سعرات حرارية غتدخل في اليوم. ما كاينش هناك غذاء تيغلط ولا غذاء تضاعف. اللي تيغلط هو الإكثار من الشيء. بطبيعة الحال إلا تناكل 700 غرام الخبز في النهار، غناكل 4 الخبزات ولا 5 الخبزات، أكيد أنه غادي يؤدي إلى زيادة في الوزن، لأن دخلت سعرات حرارية كثيرة. أما إلا غناخذ مثلا ما عرفتش أنا خبزة في النهار كافية، خبزة ونص كافية، 100 غرام في الفطور، 100 غرام في الغداء، 100 غرام في العشاء كافية. التمر شحال خصنا ناخذو؟ 10 تمرات في النهار كافيين، 10 دوزات في النهار كافيين. غناخذ الطاجين ديالي في الصباح، غنفطر مثلا زيت الزيتون. كاين اللي تيقول لك اسدي زيت الزيتون تتغلط. كيف يعقل؟ لأن عندما نتحدث عن نقصان الوزن، دابا الناس مثلا الناس تيمشيو يضعفوا، تقول لك أنا حيدت الخبز وحيدت الزيت البلدية. نعم، حيدت المرقة، حيدت. راه المشكل أنك ملي غتحيد لأن الزيت ديما كتمشي على حساب الدهنيات. ملي غنحيد انا زيت الزيتون، انا شخصيا عمري ما تنحيد زيت الزيتون في حميه الانقاص في الوزن، والحمد لله دائما عندنا نتائج ايجابيه. علاش؟ لان زيت الزيتون تعتبر مصدر مهم للفيتامينات. كيف يعقل ان عندي شخص يعاني من السمنه ويعاني من نقص في احدى المكونات الغذائيه كالفيتامين او مثلا، وانا غنجي وغنحيد له اللوز ونحيد له الكركاع ونحيد له الزيت البلديه بتهمه بانها تؤدي الى الوزن؟ لا، انا جو بريفير نحيد له حوايج اخرين انني نحيد له هذاك الشيء. كاين اللي تيحيد مثلا تيحيد الخبز، تيحيد الطاجين حتى هو، تيقول لك الطاجين تيغلط، وتيحيد الزيت البلديه وهكذا. لا، هذا خطا. نعم صحيح، انا ما تنقولش غناخذوا قرعه زيت البلديه في النهار، لا، ولكن مثلا غنفطر بواحد 4 المعالق 5 المعالق كبار كافيين باش نفطر مع نص خبزه ومع اتاي. الغدا مثلا غناخذ مثلا غنبدا بالفاكهه، مثلا غناخذ طبسيل ديال الشلاضه، غناخذ الطاجين ديالي، غدا غناخذ العدس، بعد غدا غناخذ اللوبيا، بعد غدا غناخذ الطاجين بالخبز وهكذا. هذا يؤدي الى نقصان في الوزن ويؤدي الى محاربه السمنه. ملي غنجي العشيه مثلا غناخذ عاوتاني خبيز مع فرماجه، ولا غناخذ كاس الحليب مثلا مع الخبز والفرماج، ولا مع اتاي وزيت البلديه ولا شي حاجه. الليل مثلا ملي غيجي وجبه ديال العشاء، نقدر ناخذ مثلا وجبه عشاء عاديه، نقدر ناخذ زلافه البلبوله، نقدر ناخذ مثلا حساء خضر. الان دابا الحال سخون الصيف، نقدر ناخذ مثلا شلاضه ديال الخضره. يمكن نكتفي بهذه الاغذيه هذه، وهنا شنو تيكون عندي؟ جبت جميع المكونات الغذائيه. اما عندما نكتفي وعندما تيبقى عندنا النظام الغذائي ديال الانقاص في شنو هو؟ ايوا لا سوبا شو سيمانه كامله. جوستومون هذا السؤال ديالي. اذا الناس اللي غتبغي تتبع واحد الحميه لانقاص الوزن، فاللي عرفنا بان الناس الحلم ديالها هي انها تنقص الوزن، خصوصا اذا كان كيعاني من الوزن الزائد، يعني فيه امراض، فيه حاله اكتئاب، فيه مشاكل اخرى، يعني ما خصوش يفوت وجبات، ما خصوش ياخذ حميه بدون استشاره. بطبيعه الحال اولا الانقاص في الوزن، وهذه مساله الناس خصهم يعرفوها. لانقاص الوزن ضروري خص تكون هناك رغبه، هي العزيمه. انقاص في الوزن تكون هناك العزيمه. الا ما كانتش هناك عزيمه، الا ما كانتش هناك رغبه، لا داعي. هذه اول نقطه. هذه اول نقطه. لان خصوصا ما تكون عندنا زياده في الوزن كبيره، النقصان في الوزن ضروري هناك الحميه وبالملوثات ديالها، ضروري معها الحركه. يعني مع ما نكونش عندنا غير ريجيم على التغذيه وكان. لا، خاصنا نبداوهم بجوج. لان الحركه، لان ملي تنهضروا على النظام الغذائي لانقاص الوزن، ما هو هدفنا من هذا النظام الغذائي؟ هو ترسيخ نمط العيش الصحي سليم. عندما نتحدث بان الرياضه تقي من السرطان، اش غنخسر؟ بالله عليك اختي سعيده، واش نص ساعه في النهار ما نقدرش نعطي لراسي نص ساعه في النهار؟ ربما ما نقدرش نعطي لراسي 40 دقيقه في اليوم. كيف يعقل؟ كيف يعقل انك تقول لي ما عنديش الوقت؟ هذا هو المشكل. ما يمكنش. اسمح لي، واش حنا كبار من هاد العلماء ومن هاد الرؤساء ومن هاد لي زوم دافير في العالم اللي عنده تيسير 45 شركه وتلقى ساعه باش يدير في الوزن؟ حنا اش تنسيروا روسنا والبيت ديالنا وتتقول لي ما عنديش الوقت. كاين الوقت، هذا ماشي مبرر. هذا ماشي المشكل. نعم. هو مشكل لورغانيزاسيون، مشكل التنظيم فقط. تنظيم. لان غنلقاو بانك تنضيعوا الوقت. والرغبه، اذا ما كانتش رغبه كنبقاو الحال. انا بطبيعه الحال، لان غنلقاو راسنا تنضيعوا بزاف د الوقت في شي حوايج
تنضيعوا الوقت في التليفون، تنضيعوا الوقت في التلفازه، تنضيعوا الوقت في النعاس، تنضيعوا الوقت في شي امور انا ما غندخلش فيها، ماشي مشكل، ماشي شغلي. ولكن 30 دقيقه في اليوم او 40 دقيقه في اليوم، ساعه في اليوم، بالله عليك عندنا 24 ساعه في اليوم، نحيدوا من 7 سوايع النعاس، بقاتنا 17 ساعه. 8 سوايع د الخدمه، بقاتنا 9 سوايع. حيدوا منا الشغل. و9 سوايع اختي سعيده، 9 سوايع عندك شيطان. ضروري نخرجوا حساب. ما نقدرش نخرج ساعه على راسي في النهار، هذا مشكل. لان علاش عندما اقوم بالحركه اعالج مجموعه مشاكل. الحركة تقي من السرطان، الحركة تقي من أمراض القلب والشرايين، الحركة تقي من ارتفاع الدهنيات، الحركة تقي من داء السكري، الحركة تقي من ارتفاع الضغط الدموي، الحركة تقي من السمنة، الحركة تقي من الألزهايمر، الحركة تقي من الباركنسون. كيف يعقل أنني ما نقومش بالحركة؟ إذن الحركة بركة أستاذ نبيل العياشي. كنتمناو يسمعونا. إذا كاين نقطة ديال خص تكون الإرادة، خص نظام غذائي، معاه تكون نشاط رياضي أو حركة ضروري. الناس اللي تيعتمدوا على الحميات القاسية خصهم يفهموا واحد المسألة. الهدف من السمنة، أو عفوا الهدف من علاج السمنة أو من حمية السمنة ما هو؟ أولا الهدف الرئيسي هو عدم إرجاع الوزن، هذا هو الهدف الرئيسي. الهدف الثاني لان نقدر نقص 10 ولكن الا رجعت 15 انا خسرت كل شيء، وبالتالي فالهدف هو عدم ارجاع الوزن الزائد. هذا باش نثبتوا ذاك الوزن ديالنا. النقطه الثانيه هو انني نقص بطريقه صحيه سليمه بدون مشاكل. كيفاش؟ الا غادي نقص الوزن، مضاعفات، الا غادي نقص الوزن نبدا نحس بالدوخه، الا غنقص الوزن نحس بنقص في الفيتامينات وباحد المكونات الغذائيه، لا داعي. قص الوزن، تساقط الشهر. نعم، لأن بعض الأحيان هذيك الحميات الخاصة تؤدي إلى مشاكل أخطر وأكبر. ثالثا إنقاص الوزن يجب أن يتم بشكل تدريجي. راه ما كايناش كيلو في النهار، راه هذا خطأ. كيلو في الأسبوع ما هذا الشيء خطأ. علميا الآن نتحدث على كيلو في الأسبوع، والآن هم بصدد ندوزوا من كيلو في الأسبوع إلى 500 غرام في الأسبوع، لأن الهدف هو عدم إرجاع. راه ما كاينش وصفات لإنقاص الوزن، هناك برنامج، هناك نظام غذائي نعتمد عليه لإنقاص الوزن بشكل تدريجي. لأن ما يمكنش واحد يدوز كان تياكل ما عرفتش انايا 5 الخبزات في النهار وانت تقول له خذ 4 خبزة في النهار بين عشية وضحاها، ما يمكنش. تنمشيو بشكل تدريجي لأن الهدف هذاك السيد عنده 40 كيلو غينقصها، راه غتطلب شهور. الهدف هو أنه يصبر في هذيك الشهور، الهدف هو أنه ما يخصوش يحس أصلا بأنه في حمية. راه هذا هو الهدف. أن من تيجي شخص خصو يبدا الحميه وما يحسش بانه راه في حميه، خصو يتناول عادي مع العائله ديالو. مع العائله، هذا هو اللي كيجي السؤال. اذا الحميه ملي غنبداو مثلا اذا كان عندنا اطفال عندهم سمنه، اذا كان الرجل كيعاني سمنه، اذا كانت السيده كتعاني سمنه، يمكننا نديروا ريجيم واحد بطبيعه الحال، حيت النظام الغذائي ديال المصاب بالسمنه هو نفس النظام الغذائي اللي خص كلشي يتبعه نفسه. يعني نظام غذائي صحي للجميع بصح. ربما غنتحدثوا على الكميات، غنقصوا ولا غنزيدوا في الكميات، ربما غنزيدوا بعض الاغذيه اللي تتحرق لنا الدهون كالالياف الغذائيه، ربما غنزيدوا في الحركه. هنا كل مره اشنو تنديروا على حسب كل 15 يوم ولا كل شهر شنو تنديروا. ولكن عندما نعتمد على الحميات الغذائيه التي تؤدي الى مشاكل من بعد، نعطيك مثال. الناس تعتمدوا على الحميات مثلا على حساب المكملات الغذائيه، وغنرجعوا عاوتاني للمكملات الغذائيه. انا لست ضد المكملات الغذائيه، ولكن ماشي على حساب، لان الان اللي ولا منتشر الناس تيشريو لا سوب غنيه بالبروتينات، وتيشريو الخبز غني بالبروتينات، وتيشريو هذه غنيه بالبروتينات وهذه غنيه بالبروتينات. حتى الا بغيتي تاخذ واحد المكمل غذائي غتاخذ معلقه في النهار ما عنديش مشكل، 2 معلقات في النهار ما عنديش مشكل، ولكن ماشي على حسب الاغذيه الطبيعيه. ما يبليش النظام الغذائي ديالك انت كله تعتمد على ديك المكملات الغذائيه وتتخلص 1000 درهم في السيمانه ديال هذيك المكمل. راه كدير حميات كاينه 1000 درهم في الاسبوع، وتعتمد فقط على كل ما هو مكمل غذائي وما تيبقاش ياكل الاغذيه الطبيعيه. هذا خطا، هذا خطا. راه هادشي اللي بغيت الناس يفهموا. يمكن لي نعتمد نعاون لان الانسان تيكون مزروب، لان تيكون الجانب النفسي متضارب الى اخره. يمكن لي نعاود واحد المنتوج ماشي مشكل، ودائما تنهضر انني نقلب على شنو فيه لداخل، ولكن ماشي على حساب اللوز، ماشي على حساب الكركاع، ماشي على حساب زيت الزيتون، ماشي على حساب الخبز، ماشي على حساب البلبوله، ماشي على حساب الخضر، ماشي على حساب الفواكه. الناس يبقاو يتحدثوا الان على وصفات الماء والحامض والزنجبيل لازاله البطن. ولا كاين الشاي الاخضر، كاين القرفه. نعم تساهم ولكن بكميات قليله. راه ما يمكنش انت غتشرب الماء والحامض في الفطور ومغدي ليا بطبسيل الفريد،
عن اي نقصان في الوزن تتحدث. طبعا هذا تناقض. عن اي نقصان، عن اي ازاله بطن تتحدث. اذا كان هناك نظام غذائي ديال الريجيم متوازن، يمكن نستعملوا هذا العشاء مثلا توسع ولكن بكميات معقوله. الشاي الاخضر القرفه الا زدت فوق معلقه كبيره في النهار لمده 40 يوم قصور كلوي. داكشي علاش انا لا احبذ ولا افضل الحديث عن هذه الامور هذه. افضل الحديث مثلا نعم يساعد، ولكن ما غنشربش انا 4 طرود الشاي في النهار. اللي غيساعدني باش نقص في الوزن مثلا الخيار، الخس، ليشو، باربا، خيزو، خضرين ما طايبينش، اللفت خضر، البسباس خضر. هذه أغذية فيها ألياف غذائية تساهم في إنقاص الوزن. الخبز الكامل يساهم في إنقاص الوزن. طاجين مغربي. نعم، يعني ما تحدث عن الخبز الكامل مثلا الخبز بالشعير يحتوي على كمية مهمة من الألياف الغذائية يساهم في إنقاص الوزن. شرب الماء، غير شرب الماء يساهم في إنقاص الوزن. طيب كاين هناك من يلتجئ ديك المواد اللي كتكون خاصة بالحمية، يعني الحليب قليل الدسم، كاين مسائل أخرى ناقصة. نعم هذه مفيدة؟ يساهم. نعم، لأن عندما نتحدث حيت بالنسبة لهذه المسألة هذه تيخصنا نشوفوا ليتيكتاج، يعني هذاك ليتيكات اللي لاصقة في العلبة تنشوف عدد السعرات الحرارية. مثلا الياغورت مثلا اللي ما فيهش دسم وما فيهش سكريات مثلا عدد السعرات الحرارية تقريبا فيه 50 سعرة حرارية. الياغورت العادي فيه تقريبا 120 ولا 115 سعرة حرارية. فأكيد أن هذا يساعد على الآخر. نفس الشيء الحليب قليل الدسم يساعد على الآخر، ولكن هنا تنبقاو نلعبوا في الديتاي. نعم. على حسب الرغبة. نعم. يعني ماشي هذاك الكاس د الحليب هو اللي غادي يخسر، هو اللي غادي يزيد ولا هو اللي غادي ينقص. ولكن كاس الحليب يساعد حاجة أخرى. نعم. حاجة أخرى صح يساعد. ولكن ماشي غنقول غنشرب كاس د الحليب بلا دسم وغناخذ معاه بتي بان. طبيعة الحال هذا هو اللي توقع بالنسبه للسكر. غنشرب الناس اللي باغياك وغتبع واحد النظام سليم. ممكن يساعد. نعم يساعد، ولكن بعض الاحيان داكشي علاش قلت خصنا نردوا البال لعدد السعرات الحراريه. نعطيك مثال، نقدر نمشي للشوكولاته مثلا. الشوكولاته مثلا ما فيهاش السكر ياك، والشوكولاته فيها السكر، او الشوكولاته لايت ما فيهاش الدهنيات والشوكولاته فيها الدهنيات. تقدرش تكون الشوكولاته اللي ما فيهاش السكر فيها سعرات حراريه اكثر من الشوكولاته اللي فيها السكر اللي عاملين ليها لايت. نعم علاش؟ لان تنحيت نقصوا من السكر ونزيدوا في الدهون. ليش خصنا نشوفوا عدد السعرات الحراريه دائما نقراو لي كالوري. نعم. تقدر الاخرى تكون فيها 550 والاخرى يكون فيها 500. فملي تنهضروا على الشوكولاته مثلا هي غنيه بالسعرات الحراريه، ولكن غنتناول طريه في الاسبوع ماشي مشكل. ماشي حتى بالنسبه للقلي في الزيت غنتناول مثلا شويه ديال الفخيت مثلا. الناس باغيين يخرجوا مع عائلتهم ناخذ مره في 15 يوم ماشي مشكل. هذا هو السؤال، يعني الحرمان لان الناس اللي كتكون كتعمل واحد الريجيم كتحرم راسها بزاف د المسائل. لا ما خاصش يكون هناك ومن بعد كترجع ليها واحد القوه اكثر. ما خاصش يكون هناك حرمان. نعم خاص يكون هناك تنظيم. اذا كخلاصه استاذ نبيل عياش لان الوقت بدا كيوصل للنهايه ديالو، اذا بغينا واحد النظام ديال الحميه للناس اللي كتعاني من ارتفاع الوزن ولكن في النطاق المحدود، يعني اذا كان هناك وزن زائد اكثر من اللازم كتكون سمنه مرضيه خصها علاج مع اخصائي مع طبيب. في حاله ما اذا كان هذا الشخص عنده غير زياده طفيفه وباغي يتخلص من هذا الوزن الزائد. هذه الزياده الطفيفه اذا كانت ناقصه، اذا كانت زايده في الوزن، اولا خصني نوضح واحد المساله، هو أن النظام الغذائي لإنقاص الوزن هو نظام غذائي خاص. هو نظام غذائي يختلف من شخص لآخر. هو نظام غذائي على حسب الوزن، على حسب الطول، على حسب السن، على حسب الجنس، على حسب بعض الأحيان مجموعة ديال التفاصيل. ما نبقاوش نتبعوا حميات غذائية اللي تلقاوها في الانترنت، ولا نقدروا نتبعوا النصائح نعم بحال اللي عطينا احنا الآن. أما الحميات الغذائية الشرع يقدر واحد يتبع حمية غذائية ضعف بها ويتبع على الآخر ويغلط بها. نفس الحمية نعم نفس الحمية، واحد يضعف بها واحد يغلط بها على حسب الحركة، على حسب عدد ساعات النوم. الحمية الغذائية تختلف من شخص لآخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب اتباع حميات غذائية منتظمة ما تكونش قاسية، لأن نقطة مهمة شرت لها أختي سعيدة هو أن الابتعاد عن الكبير على بعض الأغذية يؤدي إلى مشاكل من بعد. أنا قلت الناس مثلا كان مولف ياكل الفريت ربما كل نهار، احنا ما غنجيوش نحيدوهم في مرة، غنخليهم مرة في الأسبوع مثلا، والمرة الجاية غيشرب كاس الموناضة، والمرة السيمانة الأخرى غيدخل طريف الحلوى، والسيمانة عاوتاني بعد منا غنرجعوا للتبصيل. يعني ملي غتولي تاكل تبصيل في 3 السيمانات ديال هادي وشوية من هادي وشوية من هادي ما عنديش مشكل، ولكن أنا تنتحدث على اليومي. النقطة الثالثة القيام بالحركة.
انا اؤكد على هذه المساله ديال القيام بالحركه، لان ملي تنبغيو نعالجوا كيف ما شرت في مقدمه الحلقه في بدايه الحلقه، ملي تنبغيو نعالجوا مشكله السمنه راه الهدف هو علاج مجموعه مشاكل متعلقه بالسمنه، ويجب اتباع نظام غذائي يحتوي على جميع المكونات الغذائيه، لان ما كاينش هناك غذاء سحري غينقص لك 4 كيلو في السيمانه ولا ينقص لك 6 كيلو في اليوم، راه ما كاينش. اللي كاين هو نظام غذائي طبيعي متوازن، والناس خصهم يفهموا شحال ما نقصوا بزاف بالزربه شحال ما غيرجعوا بالزربه. وراه الرجوع ديالها بعض الاحيان، لان شنو تيوقع؟ تينقص الشخص، تينقص الوزن بسرعه، تيرجع. منين تيرجع تيولي يدير حميه قاسيه، تينقص بزاف، تيعاود يرجع اكثر، تعاود الستريس والتوتر، تيولي في واحد الحلقه مفرغه. هل هذا يؤدي الى امراض؟ بطبيعه الحال يؤدي الى مشاكل خطيره. لان تخيل معايا شخص نقص دار حميه قاسيه نعم. نقص 10 كيلو في الشهر، من بعد رجع للنظام العادي زاد 15 كيلو. تخيل معايا زاد نقص 10 وزاد 15، نفسيا يتاثر. نعم، اذا السر انه خصو يتبع الحميه ويبقى مستمر عليها بالتدريج، وتبقى دائما على طول نعم. مع الحركه. نظام غذائي، برنامج غذائي اللي غيعالجوا مجموعه مشاكل. غير نقطه اخيره خصنا نشيروا ليها، قبل ما يبدا اي واحد في شي ريجيم ضروري خصو يعمل تحليلات، خصو يعمل ضروري استشاره، لان ما نتبعوا النصائح اللي كاينه في الانترنت والمجلات، وماشي الحميات وماشي الوصفات. كنتمناو المستمعين ديالنا يتبعوا النصائح الاستاذ نبيل عياش. بسؤال يقول: هل تناول الفواكه والخضر كما تنصحون دائما يجب أن نقيسه بحجم هذه الفواكه أو بالوزن؟ يعني هل فوائد التفاحة كبيرة أكبر من الصغيرة وإلى غير ذلك؟ نعم. سؤال ذكي شوية. نعم أكيد. لا ماشي ضروري، ماشي لابد، لأن بعض الأحيان يقدر يكون الفاكهة ولا الخضرة هي صغيرة ولكن فيها مكونات غذائية مركزة، ويقدر يكون الفاكهة هي كبيرة ويكون فيها مكونات غذائية اللي هي كبيرة. صحيح أن المكونات الغذائية، يعني عندما نتحدث على واحد الغذاء نحن نتحدث على مكونات غذائية في كل 100 جرام. يعني علم التغذية هو في هذا الاتجاه هذا. مثلا عندما أقول أن الخبز يحتوي على ما بين 50 حتى 55% ديال السكريات، فهذا يعني أن كل 100 جرام من الخبز تحتوي على 50 جرام من السكريات. نفس الشيء بالنسبة للموز، نفس الشيء بالنسبة للتفاح، نفس الشيء بالنسبة للبطاطس، نفس الشيء بالنسبة للطماطم وهكذا. فالأغذية كلها مكوناتها الغذائية يعني نتحدث على كل 100 جرام. يعني كلما زاد وزن الغذاء كلما زادت مكوناته، وكلما زادت نسبة الفيتامينات والسعرات الحرارية. أنا اللي تنعرف يا ليمونة برتقالة بحجم واحد الكرة ديال التنس كتعطينا شي 60 سعرة حرارية. نعم فعلا تقريبا نعم، لأن تقريبا نعم صحيحة نعم. إذا ننتقل لسؤال آخر. أستاذ نبيل عياشي، أنت معروف بأنك ترفض أي وصفة، وطبعا الأعشاب اللي كتكون خاصة إما بزيادة الوزن أو نقص الوزن أو لعلاج بعض الأشياء الأخرى. فهناك سؤال من ليلى العمراني كتقول: بغية وصفة للحلبة لزيادة الوزن، فما هي الكمية التي يجب تناولها؟ فماذا يمكن أن يقول لليلى العمراني على الحلبة بالتأكيد؟ هذا خطأ، يعني هذا خطأ. وحنا تحدثنا على هذا المشكل ديال النحافة، يعني ما يمكنناش أننا نقولوا نعم الحلبة هي تعتبر من بين المكونات ولا من بين الأغذية اللي فاتحة للشهية، ولكن ما يمكنناش نعتمدوا على الحلبة باش أننا نقولوا راه هي اللي غادي تزيدنا في الوزن. وانتشرت للأسف مؤخرا هذه النقطة ديال هذه الوصفات من أجل الزيادة في الوزن ولا وصفات من أجل الإنقاص في الوزن، وهذا خطأ. فيمكننا نتناولوا واحد نص معلقة صغيرة في اليوم ديال الحلبة ماشي مشكل، ولكن ماشي نعتمدوا عليها بأنها هي اللي غتحل لنا المشكل ديال النحافة، لأن مشكل النحافة له مجموعة أسباب. يعني يا إما مشكل ديال سوء الهضم، أو لا مشكل ديال عدم الامتصاص، أو لا مشكل يعني يقدر يكون عضوي، يعني إذا كان الشخص يعاني من مشكل ديال القبض أو لا إسهال، خصوصا إسهال. فهناك مجموعة مشاكل تؤدي إلى مشكل النحافة، وبالتالي يجب علاج المشكل ماشي المضاعفات. فالتناول ديال الحلبة أو